طبعا كلكم فاكرين الفيديو ده. انت عندك عقم. ده الفيديو البنت اللي عملت معايا اختبار العقم في خطيبها، وخطيبها كان موافق ان هو يكمل معاها وهي عندها عقم. بص، هو يا محمد على فكرة عقم ده اللي هو انا ما بخلفش. بجد والله. طبعا كلكم اتصدمتوا ازاي هو يوافق على حاجه زي دي، لكن عايز اقول لكم بقى الصدمه الكبرى النهارده، ان انا النهارده رايح الفرح بتاعه، وجاي النهارده كمان اصور لكم عشان كلنا نشوف مع بعض هم قد ايه فرحانين ومبسوطين، وقد ايه هو انسان جميل وطيب وانسان فعلا بيحب بجد. خليكم معانا عشان انا هسافر لهم ساعتين. زي ما انتم شايفين القاعة لسه فاضية وانا مستنيهم وعايز افاجئهم، فخليكم معانا. كنت واقف يا جماعة على امل ان العريس ياخد باله مني وكده، لكن للاسف ما خدش باله مني. فهنا دلوقتي لقيت العروسة داخلة وابو العروسة معاها، وبرضه ما خدتش بالها مني. مش مشكلة، المهم كملوا معايا الفيديو للاخر عشان في حاجة مهمة جدا جدا جدا. دلوقتي زي ما انتم شايفين العريس ادى العروسة بوكيه الورد، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله، مش حابب اقول بيحبها قد ايه. وهنا كانت رقصة لطيفة كده، ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب، اللهم امين. ادعوا لهم. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله ما شاء الله العريس كان جميل جدا، والعروسة ما شاء الله جميلة جدا، وفستان ما شاء الله محتشم وحلو جدا جدا، يعني ما شاء الله. فاللي هو انا ساعتها هنا دلوقتي بقى كنت مستعجب من الرقص ده، كنت عامل عارفين انتوا اللي في كوكب تاني. الشباب دي بقى من الصعيد يا جماعة، وحبوا يعلموا واحد صاحب الرقص الصعيدي، وكانوا عايزين ياخدوني معاهم، بس بصراحة ما بعرفش ارقص يا جماعة ولا ليا في كده يعني. ده احلى مشهد بقى في الفرح بقى، لقطة جماعية كده مع العيلة وصورة حلوة كده تذكار. بصراحة كانت عجباني أوي 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 والله بجد، ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم آمين. وعايز أقول لكم بقى إن إحنا حبينا نختم الفرح زي ما انتم شايفين، وبجد كان أجمل فرح.